يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأسداد. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تهجد. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد من بالصفا والوفاء تخلد. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد واجمع من الشمر ما تخرج. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد.
إماما السلام على المتوالي بالغرامة السلام على المضلل بالغمامة السلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي السلطان وذي الوهاب المقصود في الوجود الكرم وإحسانه. سلام جلوات المشاء خلقه الخلق وطوى عليه علما وبصره من فائدة الجنة وجرده في أكداره قسما وارسل اليه مصر وخلق وجل عبده الرحمه قال قد رجعنا جنه من خلقها عبد المحبوب فانتصرت اشهر صرف في عوالم الشهاده والغيور وما زال هذا من الذي ذكر فيه المنان وعظم هذا الفضل الذي برز حضره الانسان صوره كامله ظهرت في هيكل محمود وتاثرت بوجودها اكناف الوجود فتراجت برد العوالم بفراج التكريم. اللهم صل وسلم واسرق الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تجلى بالعالم القدسي الواسع تجلي القضاء من تسع فضلك الكريم والشاسع. له الحمد الذي لا تنحصر أخرى بتعداد ولا يمل تكرر بكسرة الدرجات حيث أبرز بعلم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتصرف بوجوده شكلا وتنتصر أسراره في الأكوان. وما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا قلب سروره قد توالى بحبيب عما الأنام نوالا إلا من شرف الوجود بنور ضمن الكون بهجته وجمالا. قد ترك في الوصل على مقام وتنهى في مجده وتعالى كما تظل في مسره بشرا كاملا يزيح الضلالا. وهو من فقره وقدرا ورفة في شؤونه وكمالا. سبحان الذي أبرز من هدرة الامتنان ما يجد الناس مس لسان ويهار في التأكل معاني الجنان. انتصر منه في عالم البطون والظهور ما مر الوجود ملك نور فتبارك الله إليه كريم. بشرت آية بذكر الحكيم بشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فجر هذه البشارة وطلقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله masih habis bisa baca. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان أما طلبنا الجنان من التشريك بها والإذعان
تسقط بها في الصدور من الإيمان قواعده، وأتروه على أهل اليقين بسر ذلك الإذعان والتسليك الشواهد. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله، والمبلغ عن الله معروف بتبليغه للخلق من فضله ونفله، عبدا أرسله الله للعالمين بشرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، وكان في ظلمات الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من نعمة تكرم الله بها أهل البشر، ووسع من نعمة تستأثرها في البحر والبحر. اللهم صل وسلم وأجل صلوات أجمعين وأزكى تحيات ووسعها على هذا العبد الذي وفق بيت العبودية، أبرز فيها في خلقة الكمال، وقام بيت الربوبية في مواتن الخدمة لله، وأقبل عليه غاية الإقبال، صلاة يتسل بها روح المصلي عليه به، وينبسط فيه قلبه، ونوره سر تأخذ تأمين وحبه، ويكتب بها بعناية الله بحسبه، وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه، وتخيروا ظلال الشرف يسري بوده وحبه، ما أترى الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أصطفى الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم الكريم بظهور أسرار تقسيم للبشر الكريم بالتقديم وتكريم، نفذت القدرات الباهرة للنعمة الواسعة والمنة الغامرة، وانطلقت بين التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، أو الوصف الكمال المطلق وحسن التام والزين. وتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون، فما من سيد في سلب ذمة إلا وتمت عليه من الله نعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه، يتصرف بموطن استقراره وموضع فروجه. وقد قالت الأقدار الأجلية لما قالت ما ظهرت من سر هذا النور ما أدخرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقرا في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشر لا كالبشر، ونور حيار الأفكار دور وبحر. فتعلقت همة راكب هذه الحروف ليركم في هذا القرطاس، وهو لديه من أعجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بوجه معشار أوصاف ذلك الموصوف، تسبيكا للسامعين من خاص المؤمنين، وترويها للمتلقين بهذا النور المبين. وإلا فإنها تقرب الأكلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما كدوا من سر أسراب المخلوقين، وما أكرمه الله به في موهبه من خير الذي عم العالمين، وبكرته في الكون منصورة على المر الأيام والشهور والسنين، لتلقي بهذه الحضرة الكريمة، ولا يتسوي كيساس ما أوصافها العظيمة، ولا الله يقوم به المتكلم والسامي، ولا الله يقوم به المتكلم والسامي، ولا الله يقوم به المتكلم والسامي في الخلق بشفاعة هذا النبي الشافي، وتروحاني بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم، صل وسلم وبارك عليه. وقد آن للقلم يخط ما حركته به الأنامل بما استفاده فهو من صفات هذا العبد المحبوب الكامل، وسمائه التي هي أحسن الشمائل. وهنا حصرا أن نثبت ما بلغ إلى نفي شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، يتصرف بكتابة القلم والقرطاس، وتنزه في هذه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في هذه المشهورة أن أول شيء خلقه وهو النور الموضوع في هذه السورة، ونور هذا الحبيب أول المخلوق درجة في العالم، ومن انتظر الوجود خلقا بعد خلقه فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله بأبي أمي وأخبرني عن أول شيء خلق قبل الأشياء. قال يا جابر: إن الله خلق قبل الأشياء نور النبي كمحمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في خلقه وآخرهم في البعث. وقد أتت رواية بأنه أول خلقه وجودا وسوف مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لا مرحبة حفية اختصت من شاء من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أسباب بطون مشرب من العالمين. ونزل هذا النور منصور بآدم ونوح وإبراهيم، حتى وصلت يد العلم الكريم إلى من خصص بالتكريم وأبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب بن الكبر العليم، وأم التي هي في مخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقه صلب عبد الله فلقه إلى بطنها، ضرمته وأنشأها بمونة الله محافظة لها بهذه درة المصونها، فبلغت برعاية الله كما لها حملا خفيفا لن تجد له سكلا ولا تسكو منه علما ولا هلالا، حتى مر شهر بعد شهر من حمل وكربا وقت بروز إلى عالم شهادة تنبسط على أهل هذا الفيوض تخلي وتنكسر فيها شر مجده السمين. اللهم صل وسلم أصرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم. Terbonin kameranya nunggu. Matiin dulu. Yusbiku wa yumsi fi sururi wa babtihad bi qurbi tuhuri israqi hadha sirah wal khuyunu mutasawifatun illa bururi nuzi mutasawiqatu illal tiqati jawahiri kunuzi wa kullu zabatil ini kuraisin natokot bifa sihil ibarah mu'linah natan bikamalil bisarah wa ma min khalilin hamalat fi dalikal am illa atata fi hamliha bi ghulam min barakati wa sa'adati hadal imam halam tazalil ardu wassamawatu mutadho min khotan bi'idri farahi bimulaqati asrafil bariyah wa buruzi min alamil khofa ila alamil duhud ba'datana khuliyyi wadhuri watur fa'adharahum وبسط العالم الكبير مائدة التسريف والتعليم ببروز هذا البشر الكريم. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب salam alaika salawatullah alaika
محمد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا جمع الفخر المؤبر الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل هم جلال ينصره الأدب إذ هبانا بوجود المصطفى آل محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مرصد وهدينا نجس سميعي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونسعد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا مرحبا جاد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهه يا الله خير مكعاد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي محمد يا الله صلاة الله تغشى يا الله أشرف رسلي محمد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي محمد يا الله والسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى المكارم الأخلاق سبقا وأوصفهم بالمؤمنين علما ورقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل ولفظ المحتوي على معنى النزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة وهو الأب الشفيق رحيم باليتيم وأرملة وله المعسولة الأخلاق هيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نسر به تترتي طرق والمنازل وفي أرض ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جميع صفات الكمالية منفرد في الخلق وخلقه بأشرف الخصوصية وما من سوء من خلق في البرية المحمود إلا وهو المتلقى عن زين الوجود أجمد في الوصف الحبيب وشانه وله الأولى في مجد ومكانه أوصاف إذ كنت على مجدها أخذت على نجد اسمها بإنانه وقد انبسط القلم في التنزيل ما أفاده العلم من وقاء مولد الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا المقرب من التكريم والتعليم والخلق العظيم
وحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن ختمه كما يحسن التسليم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد. آمين. وسلم محمد في الأولين والآخرين. آمين يا الله. محمد في الآخرين. وصلى وسلم محمد في الآخرين. وصلى وسلم آمين. محمد في الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نفكر من ضرر الأوصاف المحمدية الأولى توجهت إلى الله وتوسل بسيدنا حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سيدنا مشكورا وفيه محمودا، وأن يكتبوا وأن يكتب العمل كعمل مقبولا، وتوجد في الجهات الخالصة والوسيلات الموصولة. اللهم يا من إليك توجه الأمان الغافرة وعلى باب عزتي تهت والحياة قد أشاء من قيلة الكاملة. نتوجه إليك أشرف رسائل لديك سيد الكونين عبدك وصديق العمين سيد الكونين الذي عمل رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة واستغفر أعمالك وحفظ سرك وعامل مراد دعواتك الشاملة على بالأكبار والمحبوب لك المخصص بشرف الأحقاد في كل موطن من مواد القرب والنهار. واسم من ذلك لعبادك وساقك وشارك لأهل وجهادك سيد الكونين وأشرف السكرين وعبد المحبوب الخالص والمخصوص منك بجميع الخصائص. اللهم صل وسلم على آله وعلى أصحابه وعلى حضرة كرامه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاهد النبي الكريم ونتوسل إلى بشرف المقام المعدين أن تنهضنا في حركتنا وسكنتنا من عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أحوالنا وتقرباتنا بجميع رعايتك وأحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب وغاية أعمالنا، وتقبل منا حركتنا في نياتنا وعملنا، وتجعلنا في حضرات هذا الحبيب من الحاضرين وبالطريق اتباعه من السالكين والحقيقة وحق من المعدين والأهلك من الهابرين. اللهم إنا لنا طاعتنا أن في رحمتك خاصة فلا تخرمنا، وظننا جميلة هي بوصلتنا إليك فتخرمنا. آمنا بك برسولك جميع من الدين وتوجهنا إليك مستسبحين عنك بلا من الكفران والمسلمين الإحسان والسابقين المأساة. وأمل أن تجعلنا ممن أصر هذا الحديث ووزره أوله وظهره ومن بركة وشرف وجه أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدلة الدين القوية كجميع الأبطال المنصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى مصورة. واقسم يا اللهم كربة المكروبين واغفر دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شرف المعتدين والظالمين وسد العدل بولاة الحق في جميع النوائب بالأفضال ولهم بتأييد من عندك والنصر على المعاندين من الناصحين والكفار. واجعلنا يا ربي في الحسن الحسن من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسن من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسن من جميع البلايا بالحسن مكين من الذنوب والخطايا، واهدنا في العمل بطاعتك والسالكين في خدمة القائمين، وارزقنا وتوب المسلمين والمؤمنين واغفر لنا من ذنوبنا أجمعين. وصلى وسلم على هذا الحديث محبوب للناس ونهر والقلوب وعلى آله وصحبه من المنصور بالدعوان الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الفاتحة.